بضيف عزيز علي جدا، القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في مجال طب الاسنان طبعا، واليد الماهره المتميزه طبعا، القيمه والقامه، الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور بجامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. اهلا بيك يا دكتور شادي، وحشني والله. الله يخليك. النهارده انا عايز اقول انه الجانب النفسي في طب الاسنان ده مهم جدا جدا. وهل سؤالي يعني هل الجانب النفسي يعني يستلزم ان الدكتور يشرح للمريض كل حاجه؟ والله هي مهمه قوي موضوع النفسيه للمريض دي. قد ايه في حاجات بسيطه جدا كانت تبان للمريض او للدكتور اللي هو خبرته قليله ان هي ممكن حاجه بسيطه ما تفرقش مع العيان، بس هي في الحقيقه بتفرق مع المريض جدا 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 جدا. فبيجي مثلا الطلبه بتوعي يجي يسالوني يا دكتور، طب انا اي وانا ستيب فورورد في التكنولوجي وعايز ابجريد ماي سيلف، طب اعمل ايه؟ ويبتدي يبص للحاجات اللي هو بالنسبه له كدكتور فانسي، وينسى ابدا دايما الجانب بتاع المريض. يعني لو جينا ناخد الجانب النفسي مثلا في عنصر الحشو العصبي، اكتر حاجه بتضايق المريض حاجتين: الالم وعدد الزيارات الكتير. دول يعني اكتر حاجتين بيصيبوا الناس بالاحباط من الحشو العصبي. هل بقى عملت ايه في يعني وبرضه بعد ما اخلص الحشو العصبي يبقى فيه مفيش الم ويبقى الدنيا ماشيه جميله والكلام ده. الطبيب بيبقى من وجهه نظره لو ما عندوش خبره كافيه، هو عايز ان هو يقعد بقى ايه، يتفرج على السنه ويعمل مش عارف يشتغل بايه اللي توفر عليه ايه في الشغل وهو الكلام ده كله، وينسى الجانب ده. ممكن مثلا ان هو يبقى يدي للمريض عنصر من الوقت معين يقلل وقت الزياره، ويتخيل انه لما هيجيب ويوديه كتير ده المريض ده هيبقى مبسوط عشان هو عنده مرضى تانيين. ما يحاولش يابجريد نفسه في التايم فاكتور، ما يحاولش يابجريد نفسه في الفيزيبيليتي فاكتور، في ان انا اشوف. كل العوامل دي انا لما بروح معرض من معارض الاسنان مثلا بره مصر او الكلام ده كله بتبقى ملحقه بالمؤتمرات او ساعات بتبقى لوحدها. بيبقى انت في دماغك بيرن في دماغك وانت ماشي ازاي المريض دي كانت مضايقاه، دي از فيري سترايكنج. ممكن شكل ابره البنج نفسه، ابره البنج شكلها مختلف، تفرق مع مريض الاسنان ان هو سايكل يبقى سعيد ومبسوط. مثال تاني بتيجي مثلا في التركيبات، تلاقي عنصر مهم جدا اللي هو انا عايز اعمل سناني بس خايف من شكل اسناني بعد ما اعملها. خايف من شكل اسناني. كلمة خايف دي اللي مسيطرة على فكرة كل طبعا، فتخليه مش عايز يعمل سنانه لان هو خايف من الاوتكم، لان هو شاف نتائج مش عاجباه. فبالتالي عنصرين مهمين جدا يفرقوا مع الشخص اللي جاي يعمل اكستريم ميك اوفر. دايما قلنا اشكال التجميل هم وجهين اساسيين: وجه تصليح لوحه ان انا بعمل سنه او سنتين عشان اعمل المين جوب، او ان انا بعمل السنان كلها بعمل شكل جديد اكستريم ميك اوفر. فمثلا لو خدنا الاكزامبل بتاع الاكستريم ميك اوفر، الاكستريم ميك اوفر ان انا عايز اعدل شكل السنان بالكامل. واحد عايز شكل يغير شكل حياته، يغير شكله وابتسامته في الضحكه في الكلام ده كله، قد ايه ده بيأثر على نفسيته وعلى نفسيه الناس اللي حواليه. يبتدي ان هو خايف، طب انا ممكن انجل، ممكن زاويه في سنه ان دي تبقى شارب ولا راوند تفرق معاه، خاصه الفيميلز. ممكن درجه لون تفرق معاه، من افتح قوي ولا افتح نص نص ولا زي لون سناني، او افتح حاجه بسيطه. عايز اعمل فك الفوقاني فانا عايز اعمله بنفس لون السنان، لا انا عايز اعمل كله فعايز اعمل حاجه واو، مش عايز اعمل حاجه شكلها فيك، مش عايز اعمل. طب هل هتقع يا دكتور؟ عارف دي التساؤلات اللي بالخبره بتبتدي تعرف ان ده اللي بيقع في دماغ الناس او ده اللي بيخوف الناس. فبنبتدي نقول ايه؟ نبتدي نقول يبقى المين كونسبت في بيهايند الكلام ده تكنولوجيز وحاجات بتتعمل كتيره جدا، ولكن المين كونسبت بتاعي ان انت هتشوف شكلك على الكمبيوتر قبل ما نخرط، فهتشوف شكلك على وشك وتعمل سمايل ديزاين، فحته الخوف من الاوتكم هتختفي. واوريك مع برنامج الدكتور نشوف حالات لايف لناس قبل وبعد، فشوف شكل الناس دي والريزلتس هتبقى عامله ازاي. يبقى دي حته الريزلتس دي بوينت نمبر 1. بوينت نمبر 2 انا خايف
من حته ان هل اللونجيتيفيتي او الكلام ده كله او اللايف تايم بتاع الكلام ده هيقعد قد ايه. فبنقول له وي ويل جيف يو ا 15 ييرز جارانتي على الشغل بتاعنا، 15 سنه ضمان. دي تعني ايه؟ لو انا مش عجباني حاجه انا هروح للدكتور انا عايز اغيرها. ضمان دي لو حصلت فيها مشكله تتعمل. انت فاهمني؟ فاذا انا مش خايف، انا عنصر الخوف هيختفي يجي اخر عنصر خوف ايه؟ الخوف من المجهول، ان انا هعمل ده ازاي. وده اللي هنجسره في الحلقه النهارده، ان احنا هنعمل الستبس بقى بتاعتنا كعلاج ازاي مع المشاكل المختلفه. طيب عشان نقرب برضو من نفسيه الناس، انا رأيت او يعني حسيت انه من الافضل ان الناس تفهم التشريح عشان يعرفوا يعني يفهموا التشريح. لاول مره هنشرح لهم تشريح السنه، تمام، ولاول مره التشريح مش انا اللي اشرحه، يعني انا في التشريح على طول تلاقيني راشق يا نجم، راشق ما بسيبش حد يشرح. ايوه ما كلهم في الطب عندنا الا حاجه واحده مش عارف اشرحها ولا فهمتها دي. ما هي يمكن ده يقرب وجهه النظر اللي كنا بنتكلم عليها دكتور ايمن في الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. يعني انا اللي شايفه من الفم ايه هو التاج ده اللي بنسميه كراون او التاج اللي بتاع السنه في جزء فوق اللثه. فكنا زمان بنبتدي نحاول نشوف التسوس والكلام ده كله من فوق، او امسك البروب ده او الابره دي واحاول ابروب في السنه، وطبعا ده ما كانش بيورينا حاجه. اللي ما تحت بقى اللثه وما تحت العظم وهو الجذور وعظم الفك ده الجذر بتاع السنه ده انا ما بشوفوش بالعين المجرده. انا محتاج ايه؟ محتاج الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد عشان اشوف بقى، اخش جوه الكلام ده، اشوف الجدر ده جواه في حاجه اسمها العصب دي عباره عن شويه اوعيه دمويه واعصاب جوه انبوبه فاضيه. الانبوبه دي بتتكون من العاج بتاع السنه وماشي جواها الاوعيه الدمويه. فالعاج ده هو ده الانبوبه الفاضيه، ده كل ده بتشوفه كليرلي اكنك عارف زي النضاره اللي بتشوف من خلال الشخص او البتاع، ان انت تقدر تشوف الكلام ده بشكل واضح جدا من خلال الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. تشوف العظم بتاع الفك وتشوف الفايبرز اللي بتكونكت السنان بالعظم بتاع الفك، لو في اي مشكله جوه العصب، لو في مشكله تحت السنه، لو في كسر جوه شرخ او كسر في السنه تقدر ان انت تشوفه. وتشوف اللثه، تقدر تركب اللثه على الاسنان بحيث ان انت الكلام ده بقى بالكمبيوتر، ان انا اركب اللثه دي على الاسنان. يعني المعمل بيعمل لي اسنان لوحدها، ان انا اركب اللثه دي على السنان، ان انا اركب الشف على السنان، ان انا اركب الوش على السنان، وزي ما احنا شفنا باكورد كده ستيب باي ستيب عشان اشوف الشكل الاوتكم الفاينل بتاعي هيبقى عامل ازاي. ده دور الكمبيوتر. فيبقى احنا من دور الاشعه المقطعيه دخلنا جوه، وبعدين نرجع نطلع بره تاني ونحط اللايرز بتاعتنا عن طريق الكمبيوتر. حلو قوي. اللي احنا شفناه ده بقى الروت كانال دي اللي هي مش اسمها روت كانال؟ روت كانال بالظبط. حلو قوي. قناه العصب. قناه العصب دي الناس بتخاف منها قوي. لان هي يعني هي بالنسبه للدكتور اللي ما عندوش ميكروسكوب هي حاجه غير مرئيه، هي نقطه سوداء. يعني بيسموها ذا بلاك هول في عندنا في انت عارف البلاك هول دي انا اصلا بهتم تقول لي عشقك ايه، اقول لك علوم الفضاء. يا اي حاجه في الفضاء انا اقرا فيها حلو قوي. فالبلاك هول دي هي الثقب الاسود. الثقب الاسود ده من حاجات المعجزه في العلم، مش فاهمها لغايه دلوقتي. ودي من الغموض بمكان انه طبعا قوه الجاذبيه فيها رهيبه جدا، مفيش حاجه تقدر تقرب منها الا بتشفطها. بالظبط. مش عارفين ايه اللي وراها اساسا الثقوب السوداء، مش عارفين ايه اللي وراها. نيجي من هنا بقى، مش عارفين ايه اللي وراها دي احنا بنعرفها قبل ما نبتدي من الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. ما بقتش ثقب اسود. ما بقتش ثقب اسود. ليه؟ لان احنا حولناها زي الاستوديو ده بالميكروسكوب، بقت اوضه منوره. حلو قوي. فبالتالي انا عرفت ايه اللي وراها بالاشعه المقطعيه، عرفت شكلها وايه اللي جواها وايه اللي وراها، وعرفت قعدت جواها ونورتها بالميكروسكوب. فبالتالي انت ما بقتش بلاك هول. طيب انا عايز